ويا ميت أهلين وسهلين. ما رح نطول كتير بالمقدمات. وبما إنه قلنا يا ميت أهلين وسهلين، رح نترجم هالكلمة للغة التركية. طبعا أنا قلت مصطلحات غريبة. بهذا الدرس رح أعمل مصطلحات تركية عادية ومصطلحات غريبة، يعني باللهجة الشامية ما بتنقال بالتركي، بس أنا رح أترجم لكم إياها. أول مصطلح يا ميت أهلين وسهلين بالتركي yüz tane hoş geldiniz. 100 tane hoş geldiniz. هي أول وحدة. هلا الشغلة التانية، في شغلة بيقولوها كتير الشوام لما بيجوا لعندهم ضيوف، بيقولوا بدنا نشرب قهوة أهلا وسهلا أول ما يجوا الضيوف. يعني شنو بتنقال بالتركي؟ Hoş geldiniz kahvesi. Hoş geldiniz kahvesi. في كمان قهوة مع السلامة، لما يروح الضيوف يعني يفرقوا طيزنا، يفرقونا يعني يروحوا. شو منقول؟ قهوة مع السلامة بالتركي منقول güle güle kahvesi. güle güle kahvesi. لحد هون الأمور تمام معكم إن شاء الله. يلي ما فهم المعنى يكتب لي بالتعليقات إذا كانت عينكم. هلا كمان في عنا مصطلح جديد كتير وغريب. لما الضيوف بدهم يروحوا، شو بنقول لهم؟ مثلا قاعدين يعني انه خليكم قاعدين لا تروحوا. فشو بنقولها بالتركي؟ بيجي الضيف مثلا بده يروح، شو بنقول له اذا كان تركي؟ اوتوريوروز. هيك يعني كمان هي بتزبط معنا، لأن هي هذا الدرس للي الشوام الدقة القديمة. اي يعني مشان المصطلحات القديمة طبعا ولا مرة حدا ترجمها، فأنا عم ترجم لكم إياها للتركي بحكم خبرتي. أنا آنست لغة وشغلة كتير شغلات، كنت قابلة قانونية، مضيفة طيران، بعدين تدفعت لكابتن الطيارة. كان عندي مركز تجميل بالشام بالسبع بحرات قدام البنك المركزي. شو بدي أعدلكم لأعدلكم. نرجع على حديثنا وبلا طول سيرة. إذا عندك جارتك غليظة أو جارتك أو جارتك يعني غليظة أو غليظ، وحدا هيك متجاكر منه وعم يحكي معك كتير، شلون بدك تقول له؟ اطلع من راسي، اطلع من راسي وسكر الباب وراك. هي مصطلح كتير بنستعمله بالشام. إذا كان جارك تركي وبدك تقول له اطلع من راسي وسكر الباب، شو بتقول له؟ بتقول له kafamdan çık. kafamdan çık يعني اطلع من راسي. kapıyı kapat. الجملة كاملة شلون بتصير؟ kafamdan çık kapıyı kapat. إن شاء الله ما يسمعوني الجيران الأسراك هلا عم جعز بهالليالي، لأنه هلا أنا وقت جاعز بالليل بالعربي ما بيفهموا شي، بس هلا بما إني عم ترغل بالتركي فممكن يفهموا المصطلحات ويقولوا شو قاعدة عم تحكي هي. خوش هون ما بيحبوا الإزعاج بالليالي. على سيرة الإزعاج، مصطلح عادي إزعاج شلون بنقولها بالتركي؟ إزعاج يعني rahatsız. rahatsız عكس راحات. يعني إذا قلنا راحت يعني راحة، جاي من الراحة. بالتركي شلون بيقولوها؟ هن بياخدوا نفي الفعل، يعني راحت بس نقول rahatsız يعني إزعاج، يعني عدم راحة، عدم راحة مو بسكوت. الله يسعدكم إلهي. هعطيكم مثال تاني شلون الفعل بنعمل له نفي باللغة. تربية، كلمة تربية نفسها بالعربي تربية، وبالتركي كمان تربية، بس بدنا نقول واحد مو مربى شو بنقول؟ تربية سيز.
التربية شو؟ سر، يعني أريد ترباية، أو بالمعنى الحرفي مو مربى. هلأ بنجي بقى للمخللات وشوية خضرة وفواكه. كتير انطلبوا مني بالتعليقات هدول المصطلحات، فما راح انتهز الفرصة واشرح عنه. بنجي للمخللات. المخلل ترسو يعني مخلل. يعني إذا بدك مخلل خيار بتقول سلطة لك ترسو، سلطة لك شو؟ ترسو. مخلل باذنجان، باطلجان ترسو. ومن هون بنستكشف، يعني شوفوا التناغم انتو، من هون بنستكشف انه الخيار اسمه سلطة لك، والباذنجان اسمه باطلجان، باستثناء باذنجان بيض العجل، هون ما عندهم اياه يعني، فما له اسم. ممكن يترجم كمان باذنجان بيض العجل، يعني الترجمة الحرفية تبعه إذا قلنا إنك yumurtanın batılcanı. إنك yumurtanın batılcanı. بنيجي للبندورة، دوماتيس، الخيار، سلطة لك، الموز، موس، الكرمنتينا، مندرينا. ليش امك ما عم تحاكينا؟ على صوت سيرة عواية الكلب هلا عم يعوي، سمعاني؟ كذب، جبك. نرجع للخضرة والفواكه. عنب، أزم، جماعة الأراجيل، جماعة المعسل، الكيف والمرق. لما بدكم تطلبوا معسل عنب، العنب شو اسمه؟ أزم. رح انهي الدرس اليوم بهذا الشكل مشان ما اطول عليكم، وبشوفكم بدرس تاني. اذا عجبكم الدرس فعلوا حطوا لي تفعيل السبسكرايب والاشتراكات واللايكات وتعليقات ومشاركات وحركات بركات. الله يحن عليكم إلهي. مضطر انهي الدرس، مقصوف الرقبة نايم. هلا بعد شوي بده يشرب قهوة، بيحب يشرب قهوة قبل صلاة الصبح. الله يحن عليكم إلهي. لا تنسوا يلي شاف الدرس للآخير يكتب لي بالتعليقات انه شفت الدرس للآخير، ولا تنسى تساوي سبسكرايب. الله يحن عليك. السلام عليكم. كانت معكم ام سماحر. السلام عليكم. صحيح قبل ما اروح الصبحيات رايح اشرب فنجان قهوة عند جازتي ام عبد الله هردبشت. بيت ام عبد الله هردبشت جماعة بيحبوا البسط والكيف كتير. بهالمناسبة رح نزل لكم فيديو عنهم. انا كتير حكيت عنهم بفيديوهات سابقة، بس رح اعملكم فيديو جديد. تصبحوا على خير ومع السلامة.